السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعي الأعزاء في كل مكان، أسعد الله قلوبكم، أسعد الله أوقاتكم. أما قبل، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد، على نبينا ونور قلوبنا وطبها وشفائها. أما بعد، موضوع حلقتنا لهذا اليوم: لماذا تلقي الأنثى بفراخها خارج العش بسبب الحجلات أو ما نسميه الحلقات التي يوجد عليها التاريخ والاسم أو الرقم. تقوم الأنثى باستغراب الحجلة في رجل الفرخ، فإذا ما وضعنا عليها اللاصق أيضا تقوم برميه، وإذا وضعناها بهذا اللون بهذا الشكل أيضا قد تقوم برميه. العديد من المعلومات تقومون بسماعها على مدار الأيام، ولكن لا نلقي لها بالا، ولكن الأصل في مربي الكناري أن يسمع كل شيء، لأنه سيأتي يوم وستأتي لحظة يحتاج إلى المعلومة كما احتجتها أنا. قبل أيام تفاجأت بأن الأنثى تلقي بالفروخ خارج العش، وكادت أن تكسر رجل أحد الفروخ. أعدت الفرخة إلى العش وعدت ثانية، فإذا بها تلقي فرخا آخر خارج العش. طبعا كان السبب هو الحجلة، حجلة التاريخ اللي هي التي نحدد فيها عمر الفرخ، حجلة 2023. طبعا أعدت الفرخ أكثر من مرة، وفي النهاية كادت أن تكسر رجل أحد الفروخ. تذكرت في يوم من الأيام أن أمير مجدي قال لي أن هناك حل لهذه القصة، ولكن هذه المعلومة احتجت لها الآن. الفكرة كانت هي أن نضع حلقات، نخيط حلقات على الدائرة، على دائرة العش. قمت فورا بالانتباه للفكرة التي قالها لي في مرة من الأيام أمير مجدي ممازحا إياي، وتذكرت تلك الفكرة فقلت سأنفذ تلك الفكرة. قمت بوضع اللي هو الحجلات، بعض الحجلات على دائرة العش، وبالفعل نجحت الخطة ومر عليها يومان. الآن أريكم كيفية وضع الحجلات، وأريكم العش والفروخ كيف وضعت الفروخ. طبعا متابعي الأعزاء، هذا السلك ناعم وقد نستخدم خيط وإبرة، فإذا ما استخدمنا خيط وإبرة لابد من إدخال هذا السلك أو الخيط في رأس العش من الأعلى، تمام، بهذا الشكل. وسأقوم بإخراج الحجلات حجلة حجلة، بعض الحجلات لأجعلها في المنطقة العلوية من العش. أدخلت الحجلة هكذا، ستخرج الحجلة من الخيط، أعيد الحجلة، ستصبح الحجلة في هذا المكان، في هذا المكان. ألف السلك بهذا الشكل، طبعا هذا السلك الناعم. هكذا أنا وضعت إحدى الحجلات، أقوم بإبرازها. هل هي واضحة؟ تمام. سأقوم بوضع أيضا حجلة أخرى هنا وحجلة هنا وحجلة، حتى أعمل دائرة من الحجلات على رأس هذا العش. طبعا هذا للتمثيل. الآن أخذكم إلى العش مباشرة الذي يوجد فيه الفروخ والحجلات الجاهزة، والفروخ ترقد بأمان والحمد لله رب العالمين بفضل الله عز وجل، ثم بفضل فكرة سمعتها سابقا واحتجت لها في هذا الوقت. نأخذكم إلى العش. الأنثى تجلس على الفروخ، وها هي الحجلات بادية، بادية تماما. سأدخل عليها زوم لتراها عزيزي المتابع. ها هي الحجلات على رأس العش تماما. ها هي بعض الحجلات واضحة تماما، وهي الأنثى تجلس والحمد لله رب العالمين. توقفت عن رمي الفروخ وجلست عليها وحضنتها. طبعا ها هي الفروخ، سنقترب منها أكثر. وها هي الحجلة واضحة في رجل الفرخ، ها هي في رجل اليمين. ها هي حجلة في هذا رجل هذا الفرخ أيضا، وها هو الفرخ الثالث أيضا، ها هي حجلة في رجله اليمين. يبدو هذا الفرخ الذي كانت رجله ستكسر في السابق. إذا متابعي الأعزاء، لا نستهتر ولا نستهين بأي فكرة نسمعها، فالأفكار نحتاجها في وقتها. أسأل الله أن أكون قد وفقت في نقل هذه المعلومة المباشرة والمفيدة، وأدعو الله لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.